يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بصوا يا جماعه، ده فيديو في سلسله على الطبيعه، وهي فكره السلسله دي بقى ببساطه ان احنا بنجيب صور او الاعلانات اللي الاماكن بتعملها على السوشيال ميديا وكده، واحنا بنجيب بقى الحاجات اللي هي معموله عليها اعلانات في السوشيال ميديا دي، ونشوف بقى هل الحاجه فعلا هتيجي شبه ما تطلع في الاعلانات ولا لا. عندي زغطه الساعه الصبح. فاحنا دلوقتي كان المفروض اصلا الفكره كلها ان احنا هنجيب من 3 اماكن مختلفه 3 اوردرات مختلفه في 3 اكلات مختلفه. بس في مكان منهم بعد ما طلبنا الاوردر خلاص وعدى تقريبا اكتر من ساعتين، وقلت ايه اكلم الكول سنتر لان الاوردر اتاخر قوي، فبكلمه بقول له اوردر رقم كذا، بيقول لي حضرتك انت الاوردر ده استلام فرع. بقول له استلام فرع ازاي؟ ده انا عامله اصلا يجي مكان، لان انا حاطط اللوكيشن، حاطط العنوان، حاطط رقم الشقه، حاطط كل حاجه تدل ان انا طالبه دليفري. ازاي يجي استلام فرع؟ انا مش عارف. المهم قال لي اطلب اوردر من جديد، فانا الصراحه مش هطلب طبعا اوردر من جديد، عدى اكتر من ساعتين، وهطلب اوردر هيقعد اكتر من ساعه. فايه قلنا نعمل بالاثنين الموجودين دول. احنا جبنا بقى من عم شلتت، وجبنا كمان من ويلي سكتشن. جبنا بقى، بصوا في حاجات انت بتشوفها على طول اول ما تشوفها على النت او على الفيسبوك او السوشيال ميديا عامه، فانت هتقول ايه صرف الحاجات دي اعلان مش بتيجي زي الحقيقه. فاحنا قلنا نجيبهم. تعالوا نبدا اول حاجه بالحادق وبعد كده نخش ايه على الحلو. اول حاجه بقى نبدا بويلي سكتشن. ده المفروض شكل العرض او شكل الساندوتش اللي هم عاملينه اللي هو المشروم. يعني بصوا المفروض يجي بالشكل ده. اول حاجه يجي اللي هو العيش البريوش، فوقيه على طول بقى قطعه البرجر اللي هي 200 جرام، فوقيه على طول قطعتين امريكان تشيز. انا عمري ما شفت ساندوتش الصراحه باخد 2 امريكان تشيز، فوقيه بقى مشروم مهولي، فوقيه بقى العيش تاني، ومعاه طبعا فرايز. ومفكك من كل ده، انا اهم حاجه عندي حجم الساندوتش يبقى زي كده بالظبط، حجمه برضه حجم شكله كبير. فتعالوا نطلب نجيب الساندوتش ال 200 جرام ده، نشوف هيجي كده ولا لا. وقد كان ويلز كيتشن جبنا منه الساندوتش ده عامل بالدليفري والتوصيل والخدمه والضريبه 245 جنيه بالظبط بالكولا. مم. جاي معايا باكيت فرايز. هو لا، هو في حوالي 5 بالظبط واقعين اهو. في 5 10 جرام فرايز ولا ايه؟ مش عارف، الباكيت صغير قوي. ايه ده؟ والساندوتش ايه ده؟ والكفر. بس على كده. بص اول حاجه كميه الفرايز دي اللي جايه في الطبيعه، ودي يعتبر اللي جايه في الاعلان. ماشي الفرايز احنا اهم حاجه سندوتش. بس لا، يعني كده الفرايز مش جايه شبه الساندوتش خالص، مش جايه شبه الاعلان يعني. دي شبه الاعلام بالظبط. تعالوا بس نفتح الساندوتش. اوبا، ايه ده؟ هو مخسوف بيه الارض كده ليه؟ استنى، بصوا ده شكل الساندوتش، مخسوف بيه الارض حرفيا. ده بص هنا عامل ازاي. هو العيش الصراحه روعه، بس تقريبا مفيش امريكان تشيز، واخد مشروم، واخد قطعه برجر دي 200 جرام. الصراحه فرق رهيب. هي نفس لقمه العيش، بس طبعا مش كميه الصوصات اللي موجوده، مش نفس سمك قطعه اللحمه. انا مش عارف ازاي دي 200 جرام، ولا نفس كميه المشروم، ولا نفس الامريكان تشيز. تقريبا اصلا ساندوتش ولا نفس الفيديو ما فيهوش امريكان تشيز ولا نفس الصوره. بس يعني تعالوا نجرب. اللقمه دي حلوه قوي. بسم الله. بصوا هو الساندوتش حلو الصراحه، بس كميه الفرايز مش نفس الصوره. الساندوتش اصلا مش نفس الصوره، هو ممكن يكون يعني نفس حجم لقمه العيش، بس مش هو اصلا اي كميه موجوده. تعالوا نجرب الصودا. كل دي بيبقى عاملين كيسة اوردر. هي كل دي عشان دي نعمل دي. يا نهار ابيض، ايه ده؟ الصودا فيها عاليه قوي، جامده قوي. ده عمال تطلع. مش عارف هي بتقول كده ليه. عارفين لو ما كنتش حطيتها بالكيسه كانت بهدلتني. نشيل البهدله دي كلها. كلها حلوه الصراحه، بس عندي مشكله واحده، ان الحاجه مش جايه زي الاعلان خالص. يعني في الاعلان بيتحط حاجه، في الحقيقه بتلاقي حاجه تانية خالص. يلا بينا على تاني مكان، عم شلتت. عم شلتت، هل بقى حقيقه عم شلتت هيجي زي الحقيقه ولا لا؟ تعال نشوف. بصوا بقى، احنا طلبنا من عم شلتت فطيره فور سيزون. المفروض بقى ان هي الفطيره الفور سيزون دي مانجا وبيستاشيو وتشوكلت ولوتس. انا عايز اشوف الاربعه دول بعينيا. فين الكفر؟ مش جاي كفر، مش جاي. مش جاي معايا حاجه. هي الشنطه دي بس. وايه ده؟ هو في مانجا؟
هي في مانجا بس الحاجه كلها متبهدله على بعض، بس دي غلط دي مش من سايحة. عندهم، دي سايحه كلها على بعض. في الاعلان عامله ازاي وبص في الحقيقه هنا عامله ازاي. افتح 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 عشان تبان. بس لا ده حاسسها مش ذنبهم يعني. دي عامله كام سعرها؟ 265 بالتوصيل 300 وي. انا نفتح، انا حاسس ان الفطيره ناشفه، مش عارف ليه حاسسها متجمده. بس الريحه بتاعتها بيستاشيو فشخ. دي ناشفه، عارف ليه؟ بص الحروف. ايه ده؟ ده ليه؟ دي المانجا ودي البيستاشيو، فين اللوتس وفين الشوكولاته؟ هي دي الشوكولاته ودي اللوتس. بص بس سايحه على بعض. سايحين على بعض. بص هم مش جايين بكفر، ايه ده؟ فلقيت عندي كفر مطعم بوتي هناكل بيه. تعال نجرب اول حاجه. وريني صورتها، وريني صورتها والاعلان. صورة الإعلان. هنا تلاقي الحاجة تشدك، هنا تيجي تطلب، دي الحقيقة. هنا أونلاين هنا أوفلاين. هي كده لوحديها. شوف المانجا فريش. بسم الله. هي المانجا فروزن، بس تعالوا نجرب المانجا. يا خرابي، الفطيرة حاسسها باردة مش عارف ليه، مع إنها لسه جاية. بسم الله. مش عارف، حاسس بحاجة غلط، مش حاسس بطعم المانجا حاجة. ولا الفطيره؟ الفطيرة طعمها مش أحسن حاجة وسايحة أوي في بعض. حاسس إيه، المانجا بسبب إن هي فروزن فمنزلة مية كتير. الموسم خلص اصلا. طب دي متقطعة كده إزاي؟ متقطعه عارف ايه بالطول، مش متقطعه شرايح. وبعدين المانجا واخد يعني جنب اللوتس على طول، فالطعم كله ده في بعضه. بسم الله. ايه يعني؟ تعال ندوق البيستاشيو. هي ناشفه كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده الصوت ده؟ ايه ده؟ وريك نوع بيستاشيو. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي ناشفه جدا. بص ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي فطير؟ حرمت عليك معاها دي عايزه قرار ازاله. طب دي اكلها ازاي؟ طب كلها وسمع لهم القرمشه. عاملين عيش في الفرن حاطين عليه بيستاشيو. هي عليها فستق بس العجينه غريبه. بص ايه ده؟ ايه ده؟ شيبسي. وطعمه البيستاشيو تحسه فول سوداني. البيستاشيو اللي مستخدمينه زبده البيستاشيو دي، ده بيستاشيو شركه سما. تعال نجرب الشوكليت. بيعذبوا من واحد، ازاي كلها بقى واحد؟ يا خرابي، حرفيا كمية سكر ممكن اعيش عليها، مسكرة اوفر قوي. لوتس فين اللوتس على الحرف؟ اهي اللوتس، بس انا مش هقدر اكلها. ليه؟ لا عليها سكر بيستاشيو. سكر اوفر ايه طب مش فاهم. افتحها كده انت لازم. انت زعلت ولا ايه؟ كسر ده قليل جدا، فاهمين؟ عشان يطر العجينة. بصوا هي طلعت زي الاعلان بس ايه متمكسة في بعض، بس دي غالبا مش غلطة من عندهم. بس فطير ناشف قوي، البيستاشيو ناشفة قوي، مش عارف ليه كده يعني الصراحة. بس هل بقى زي الاعلان ولا لا؟ صراحة زي الاعلان. تجربه سيئه. انت عايز اي حاجة وحشة خلاص. لا هي وحشه. بس هي طعمها الصراحه يعني عكس ما تخيلتها خالص. هي عباره عن عجينه فعلا وصوصات، مفيش طعم كتير، فاهمين؟ عجينه وصوصات وبس كده. يا جماعه استنوا بقى نجرب اماكن تانية ونشوف بقى هل فعلا الصور اللي بنشوفها على السوشيال ميديا هتطلع شبه الاعلان كده الحقيقه ولا لا، ولا هيطلع في فرق بين الاونلاين وفرق بين الاوفلاين. اكيد هيطلع في فرق. بس تعالوا نجرب مطاعم تانية. لو ما عملتش بقى سبسكرايب للقناه اعمل، لو ما عملتش لايك اعمل. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.